تكمل. وذكر أحمد الرميدي. لا أظن المغرب تفضل. أيوة المغرب. السلام عليكم يا أستاذ وعد اللامي. عليكم السلام، أهلا وسهلا بك. كيف حالك وكيف حال الضيوف الذين معك؟ حياك الله أهلا وسهلا، تفضل. ماذا يفعل مهدي الشيعة عندما يخرج؟ لما ينشر يملأها قسطا وعدلا، يملأها قسطا وعدلا. شوف لك بابا انت. انا اجاوب، هو يريد انا اجاوب. انت مو الذي يفعله انه يقتل العرب الخونه، الذي يفعله انه يهدم الكعبه ويبنيها على ما بناها عليه رسول الله، الذي يفعله بان ياتي بالقران جديد. تريد تجاوب. الذي يفعله انه ياتي بالاسلام جديد. ماكو فقهاء ابو حنيفه في ايام الظهور. الذي يفعله يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الذي يفعله يطهر الارض من امثاله. يلا انت تجاوبك بهذه الطريقه حتى لا تفوت علينا. تفضل. زين ابو محمد. داعش يا استاذ وعد اللامي. نعم. يذبح النساء ويخرج هذا لا لحظه، انت قلت لحظه انا بقرا انت قلت يذبح النساء؟ لا ما قلت انا. اسمع، اولا انا بديك تعتذر. هذا مهدي السنه. لا الصفات اللي ذكرتها مهدي السنه انا. لا حتى لا يلتبس ابو باقر. لحظه ابو محمد، انا احدك انك رجل، الرجل ما قال يذبح النساء. انت قلت. اريدك ان تعتذر للاخ احمد الامامي، قل له انا اعتذر ما سمعتك. تفضل. لو يخرج الرضع فوق رماحه. لا ما قال يخرج الرضع. يا شوف اخواني والله العظيم الظلم ما هو طيب. ابو محمد يا حبيبي يا نور عيني يا بهجة فؤاد، مو انا اليوم فرحان فدوى اروح لك. اسمعني، الاخ ابو باقر قال يذبح الرضع، لا. قال يقتل النساء، لا. انا اسالك سؤال، هو قال ولا انت تقول؟ تفضل. رواياتكم اللعينه يبطن بقول. شوف لحظه هدوء. اذا اول شيء لما سالت المفروض تقرا الروايه، فلما سالتنا اجبناك، قلنا لك ان المهدي كذا كذا كذا. لماذا عندما اجبناك انخرست وذهبت الى الروايات؟ شوف اخواني، سألنا قال ماذا يفعل الإمام المهدي عليه السلام؟ أجبناه. المفروض يشكل على كلامنا، ترك كلامنا، ما أدري اقتنع أو ما اقتنع، وراح يقول رواياتكم اللعينة هي التي تقول هذا الكلام. طيب هذا معناه أنه سلم لنا نعبر على الروايات. فالآن هل تسلم بما قاله الأخ أحمد الإمامي أو لا؟ تفضل. بس عجي لحظة قبل، الله يرحم والديك. أبو محمد تسمعني؟ أي يسمعك تفضل يسمعك. أبو محمد تكون مؤدب بالطرح أهلا وسهلا بك. ما تكون مؤدب بالطرح أضربك على راسك بالقندرة ترى. حق هذا اليوم. روايات أهل البيت مو لعينة. اسمع لا أتكلم معك بكل احترام. روايات أهل البيت وروايات الأئمة مو لعينة يا لعين يا ابن اللعين. تكلم بأدب واطرح ما تريد، اطرح الروايات كما تريد. أهلا وسهلا ومرحبا. لا تلعب على أوتار الاحترام وأننا محترمون. كن مؤدبا، اطرح ما تريد. أبو محمد لحظة أبو باقر. ما تستخدم الألفاظ الجيدة، صدقني ألعنك وألعن والديك بكل مداخلة تتداخل براحتك. أبو محمد أخونا أبو محمد، أنا ما أدري ليش تنقلون الحوار إلى منحى آخر. يا أخي الكريم، أنت سألت سؤال، الرجل أجابك بما تريد. قال لك أنه الإمام المهدي عليه السلام الخونة لأنه يقيم العدل، فالذي يحاربه يقاتله، هذا أمر طبيعي. الكعبة يؤسسها على الأساس الصحيح، يحكم بما يعلم، ولذلك قالوا يحكم بحكم داود أنه لا يسأل عن البينة، وهكذا. فلما أجابك المفروض تجيبه بالدليل العلمي. واضح؟
اما ان تقول رواياتكم اللعينه، ليش يا اخي؟ احنا ما قلنا انه نعم بس لحظه، ما قلنا ان البخاري. حاج تسمح لي مداخله علميه. لحظه يا شيخ سلطان، يعني معقوله شيخ سلطان تحترم المقابل